بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. نتكلم النهارده على هل وسائل منع الحمل تزيد الوزن؟ طبعا يعد القلق من زيادة الوزن باستخدام وسائل منع الحمل أمرا شائعا، وقد يمنع بعض السيدات من البدء في استخدام وسائل منع الحمل، وأيضا يجعل من يستخدمها يتوقف عن تناولها. الفكرة ان بيختلف جسم كل سيدة عن الأخرى، لذلك فإن وسائل منع الحمل بتؤثر على الجميع بشكل طفيف ومختلف قليلا. ولكن وسائل تحديد النسل أو منع الحمل لا ينبغي أن تسبب مشاكل في حياة السيدة اليومية، وأن هذه الوسائل موجودة لمساعدتها. لذلك إن كنت تعانين من زيادة في الوزن فتستشيري وتتحدثي إلى طبيبك، فهو قادر على مساعدتك على فهم سبب زيادة الوزن. ممكن تكون من الوسيلة، ممكن تكون زيادة من شيء آخر، وأيضا العثور على نوع آخر من الوسائل يناسبك بشكل أفضل. طبعا السيدات عموما بيحصل لهم زيادة في الوزن بمرور الوقت اعتماد، وكمان بيتوقف الوزن على وقت قياسه. فلو ان السيدة من مرحلة البلوغ الى منتصف العمر بتزيد غالبا نص كيلو كل عام، وكمان في انماط يومية وانماط اسبوعية وانماط شهرية وموسمية في تأثيرها على الوزن. فلو اتكلمنا على الامور اللي بتسبب تغير الوزن على مدار اليوم الواحد، اول حاجة النظام الغذائي المتبع. لو بتاخد سعرات حرارية دلوقتي بتتهضم وبيحصل زيادة في الوزن. لو خدت أكل سعراته أقل الوزن بيخف شوية. تاني حاجة طريقة القياس. لو هي الميزان مش محطوط على الأرض صلبة ولا الأرض صلبة، واقفة كويس على الميزان ولا مش واقفة، الملابس اللي بترتديها ملابس تقيلة ولا ملابس خفيفة، ونوع الميزان بيفرق. كمان وقت قياس الوزن بنقيسه الصبح قبل الفطار على معدة فاضية، وكمان بعد التبول، ولا بالليل. فلقوا ان الصبح بيبقى اقل من بالليل في الوزن. كمان ممارسة الرياضة. لو واحدة بتمارس رياضة وخاصة لو عنيفة شوية بتفقد مية وعرق، فده بيقلل الوزن. كمان حركة الأمعاء، يعني دخلت الحمام ولا لسه في براز في الأمعاء، بيزود الوزن. كمان الإكثار من الملح. اللي بياخد ملح كتير في الأكل بيحصل احتباس في البول واحتباس في المية، فبيزود الوزن. كمان تناول الكربوهيدرات زي الرز والخبز والمكرونة بيعمل كمان معاه زيادة في الوزن، لأن زيادة في المية بتحتبس سوائل وبيبقى في زيادة في الوزن. كمان في أدوية بتعمل احتباس للسوائل في الجسم فبتزود الوزن، وفي أدوية مضرة للبول فبتقلل الوزن. كمان الشهرية بقى بتبقى الدورة الشهرية، ان هي قبل الدورة الشهرية الوزن بيزيد، وبعد ما الدورة الشهرية بتنزل الوزن بيقل. كمان كمية البول المحصور. في ناس بيبقى عندهم بول وبيوزنوا لا لازم يفضي المثانة الأول. كمان الجفاف، يعني لو واحد ما بيشربش ميه كتير فالجسم بيخاف ان يحصل جفاف فبيعمل احتباس في البول والسوائل. كمان لو ان الوزن بيزيد من الجمعة للاثنين ولكن بيقل من الاثنين للجمعة. كمان لو ان زيادة الوزن بتبقى موجودة في عطلات الخريف والشتاء. طبعا وسائل تنظيم الأسرة أو منع الحمل كتير، منها وسائل فموية بالبق، أقراص مركبة هرمونية، وأقراص هرمونية ذات هرمون واحد. في كمان تعطى عن طريق المهبل، في لولب نحاسي، لولب هرموني، في حلقة مهبلية هرمونية، في غطاء عنق الرحم، وفي حاجز مهبلي غير هرموني. كمان على الجلد بتبقى لاصقة، كمان بيتحط تحت الجلد كبسولة. كمان ممكن يبقى حقنة في العضل، حقنة عبارة عن هرمون مركب أو هرمون واحد. في بقى حاجات تانية زي رضاعة وتوقيت الجماع، في كمان عازل، وفي أقراص رغوية. هنتكلم عن كل وسيلة بالتفصيل خفيف يعني.
معظم أنواع وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة بتحتوي على 2 هرمون ما بيأثروش، ولا توجد أدلة كافية إنها بتسبب تأثير في الوزن لا بالزيادة ولا بالنقصان. ولو حتى حصل بيبقى تغيير طفيف جدا، بيبقى في أول الاستخدام، وبعد 3 شهور الوزن بيرجع طبيعي. فحبوب منع الحمل المركبة لو زاد خفيف بيبقى زادة نتيجة احتباس السوائل أو زيادة الشهية، وهي غير شائعة دلوقتي، لأن الهرمون الأستروجين الموجود هو هرمون أستروجين وبروجسترون. الهرمون الأستروجين دلوقتي تركيزه من 20 ل 30 مايكرون، زمان كان التركيز 50 مايكرون. اللصقة الهرمونية زيادة طفيفة جدا أو مفيش زيادة خالص. الحلقة المهبلية الهرمونية نفس الكلام، والحقنة المركبة اللي هي هرمونية برضو نفس الإقراص الهرمونية. الوسائل الحمل التانية اللي هي بتعتمد على هرمون واحد البروجسترون، أكتر حاجة مشهورة إنها بتسبب زيادة الوزن هي حقنة ديبو بروفيرا اللي بتتاخد كل 3 شهور، وممكن تزود الوزن زيادة بسيطة، ممكن من 1.3 إلى 2.2 كيلو في السنة. وبتزود برضو زيادة في الهرمونات الدهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن. الكبسولة اللي بيسموها الغرسة بتحط تحت الجلد كل 3 سنين، بتزود حاجة بسيطة، ولو حصل زيادة بيبقى زيادة الشهية وتغيرات في الهضم، لكن ما فيش اختلاف في كمية الدهون في الجسم. حبوب البروجسترون برضو بتعمل زيادة طفيفة وبسيطة في الوزن. اللولب النحاسي اللي هو اللولب الهرموني، من المحتمل ألا يسبب اللولب الهرموني زيادة في الوزن، لكنه بيسبب زيادة في دهون الجسم بنسبة من نص ل 2 كيلو في السنة نتيجة احتباس السوائل. الغريب بأن اللولب النحاسي اللي ما فيهوش أي هرمونات، لا يحتوي على أي هرمونات، ولا توجد طريقة مباشرة لتأثيره على الوزن، لو أنه بيحصل زيادة في الوزن من 4 كيلو في السنة، لكن قارنوه بالناس اللي ما بيستخدموش أي وسائل لقوم نفس الزيادة موجودة. طبعا أخيرا فمسألة زيادة الوزن مع وسائل منع الحمل ليست واضحة تماما، وقد تكون نتائج الدراسة في كثير من الأحيان غير واضحة ومتناقضة، ومن الممكن أن يكون هناك حاجة لدراسات أخرى على عدد أكبر من السيدات لفهم تأثير الوسائل منع الحمل على وزنهن. وشكرا.